نيجيريا. لحظات وتنطلق القمة. صارت الأبطال لمن البطولة؟ هل تعود بها مصر للقاهرة وتحتفظ بالتاج أم يختفى المنتخب المغربي للمرة الأولى في التاريخ؟ النهائي المنتظر والمرتقب. المنتخب المغربي يلعب بالأربعة 2-3-1 لحراسة المرمى بلعروش. رقم 11 زكريا الوحيدي، رقم 18 عمراوي، 15 المهدي بوكدا للفريق المصراوي. خطيرة جدا والحارس يتألق بلعروش على طريقة الزاكي، على طريق وحقيقة للفراعنة. رسميا 3 منتخبات وصلت للأهداف بين التصفيات والنهايات، ويبدأ مباراة الفاينل وبين الفنانين والهدف الأول قريب، والكرة إلى ركنية مغربية، ركنية للأسود عن تختر العشرة. يلعب الكرة إبراهيم عادل الكابيتان والتسديدة جول. عالمي يا مصري، عالمي عالمي عالمي، حتى له من طنجة مش ممكن. جول عالمي للمنتخب المصري. 1-0. هو شحاتة، هو محمد شحاتة. هل هو شحاتة 17 ومحمود صابر السبعة؟ عودي الصورة، اعطيني الكرة، هات الفرصة. ترجع الكرة الفريق المغربي، يمشي بالكرة الزلزولي والبرسا، وصابر يقول له انا موجود، انا محمود. الانطلاقه من محمود. المنتخب المصري 10 دقائق رائعه جدا، ذكيه برشا. وحكاوا الاولاد في الاستوديو، انا نشاطرهم الراي انه خبره روجيريو يتفوق فيها على عصام كاماكو. خرج الورقه الحمراء، خرج الورقه الحمراء بيتر كاماكو الكيني في الدقيقة 16. المنتخب المصري متقدم بهدف ومنقوص عدديا من الزلزولي. يمشي عبد الصمد والدفاع، والكرة ترجع للمنتخب المصري. المنتخب المصري والمرتدات الآن سينظم لا زوريني. 15 حضور و15 مرة. رضا بكراوي جول. التعادل الأسود يعوضون. الأسود يتعاوي جول. التعادل الأسود يعوضون. الأسود يتعادلون. وأول هدف يقبل الحارس حمزة علاء في هذه البطولة بعد تقريب أكثر من 430 دقيقة. أول كرة تدخل مرمى المنتخب المصري. هدف من الفريق الأقوى هجوميا. الزلزولي الخطير والأخطر، زلزول شرعي من أجل خلاص وتحقيق الكأس، والكرة في ضربة مرمى للحارس حمزة علاء. أرقام الفترة الأولى والشوط الأول، المحاولات في مجموعة. تمشي كرة عمراوي فراعنة من جديد، مراوغة ممتازة خطيرة جدا، يسدد كرة ويربح ركنية، ولكن على يمينه كان ممكن يخرج أحد الرفقاء. يا عادل، إبراهيم عادل كان عنده اوبشن، فما لاعب على يمينه. المنتخب المصري الأفضل في بداية الشوط الثاني، كما هي النتيجة، هي التوغل، هي الانطلاق، هي المراوغة، وهو الخطأ أيضا موجود. فاول للمنتخب المغربي ممتازة جدا من المصراوي. الاتاك الثانية الإضافي 1-1 ولا 2-1. جول مغربي بالهدف الثاني. الكل انتظر الزلزولي، ولكن جاءت القذيفة من القادمين من الخلف. المغرب تخطف البطولة في آخر رداءات الوقت الإضافي. مميزة فعلا. للأسف يعني نحن في قمة الحزن يعني على ما آلت إليه الأمور بين الجزائر والمغرب. نتمنى أنه هالوضع ينتهي بأقرب. الصحراوية هي توجد داخل الدولة الجزائرية، فمن المنطق والعقل والإنسان العقلاني، هل هناك دولة داخل دولة؟ لا يمكن. أظن أنه للأسف الشديد محاولة تعليق كل السياسات العدائية المفروضة على النظام الجزائري اتخاذها تجاه المغرب واتجاه الشعب المغربي، لأنه للأسف الشديد حتى غلق الأجواء الجوية أظن أنه طريقة تعاملهم هي عدائية للشعب المغربي، بينما المملكة المغربية لحدود هذه الساعة ما تزال تفتح أجواءها الجوية في وجه الرحلات
الشعب الجزائري وأيضا قنصلياتها وسفاراتها، ولا تفرض أي تعقيدات قانونية أو إدارية على الشعب الجزائري. وحتى خطابات الملك محمد السادس حينما تقارنها مع خطابات النظام في الجزائر، سيعلم المتابع العربي حقيقة من يعرقل وحدة شمال إفريقيا. بخصوص القضية الفلسطينية الإخوة الكرام، لا أعتقد أن الجزائر التي تحالفت مع الروس مؤخرا وبعدها بيوم فتحت روسيا قنصلية لها في القدس الشريف ودعمت الإسرائيليين، ولم تخرج الجزائر لتدين روسيا أو تدين هذه الخطوة. بينما المملكة المغربية رغم علاقاتها الواضحة أمام العالم إلا أنها أدانت ما أقدمت عليه إسرائيل في جنين، وأدانت اقتحام القدس الشريف، وتقوم بعملها الدبلوماسي في فرض سيادة قرارها رغم العلاقات، لأنه تؤمن بالمنطق. الجزائر تجلس مع إسرائيل في الأمم المتحدة، الجزائر وقعت اتفاقية لشبونة المتعلقة بالبيئة في البحر الأبيض. جزيلا لكم. كانت حلقة مميزة فعلا. للأسف يعني نحن في قمة الحزن يعني على ما آلت إليه الأمور بين الجزائر والمغرب. نتمنى أنه هالوضع ينتهي بأقرب يعني فرصة. شكرا لك الرأي المغربي. بدي أشكر كل ضيوفي. إن شاء الله إلى حلقة يوم غد بموضوع آخر مختلف تماما. وأنا نورال كنت معكم من برنامجي وقائع مع نورال ومن منصة 29 أكتوبر الميديا. تابعونا. شكرا لكم وتصبحوا على